ماما. نادية، محمود. ماما نايمة في سبع نومة. اسمع بقول لك. على ماما المرة دي. أنا هخرب بيتك يا جماعة. هجيب لك البوليس. ثانية، ما شفتش محمود يا ثانية؟ لا، هو مش كان نايم في أوضته؟ مفيش الا انا وانتي. تعالي تعالي. ابعد عني. بقول لك افتحي افتحي. لا افتحي الحقني يا احمد. ايوه يا خالتي. ايه؟ راح فين؟ انا مكلمها قبل ما تنام. هرب؟ لا يكون راح لها ده. عايزة سيبيها سيبيها. برضه مش هسيبك. انا اللي ابوس ايدك. اهدي اهدي اهدي. أنا متحرمة عليك، متحرمة عليك يا عمي. أنت جوز أمي. أنا متجوزة. أبوس إيديك، أبوس إيديك، ارحمني. أبوس إيديك، أبوس رجليك. يا رب استر. انت لسه بتعافري؟ عشان خاطر ربنا لا. برضه مقفولة منك. تاكسي تاكسي تاكسي. اطلع يا اسطى اطلع بسرعة.
بسرعة يا الله يخليك. ابوس ايدك تحتكني في عرضك، في عرضك، في عرضك. نادية، 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 بنتي يا مصيبتي. بنتي حبيبتي، ردي عليا. ايه لا يا مصيبتي، ليه؟ هو احنا عملنا لك ايه؟ حرام عليك. بس ربنا ينتقم منك. بس حسبي الله ونعم الوكيل. حرام عليك. بس يا ابن الكلب، يا ابن الكلب. دي ثانوية عامة يا حكومة. تسلم ايدك يا دكتور يحيى. الله يسلمك يا سيدي. ايه طمنيني، نادية عاملة ايه في الامتحانات؟ الحمد لله النهارده اخر يوم عندها في الامتحان. ربنا يحقق املك يا سيدة وتبقى دكتورة قد الدنيا. ربنا يخليك يا دكتور. يا رب يا رب حقق املي. ده هو ده اليوم اللي انا بستناه. نازلي. يلا يا سيدة عشان هتفطري بنتك. ده انا مطبقه ورديتين يا دوب احصلها. سلام. استنى يا عم علي، اديني 5 دقايق. الولية دي من ساعة ما سكنت في الحارة وهي بتخرج بالليل وترجع وش الصبح. الحارة هترقص يا رجالة. العيب على المعلم محمود اللي بيسكن الاشكال دي بينا. خلي بالك يا ست ام نادية. معلش يا ابني مستعجلة. ربنا معاك وينجحك. يلا يلا بلاش لكاعة. صباح الفل يا ست الكل. صباح الهنا والنجاح. اتأخرت عليك. ثانية. الفطار هيكون جاهز حالا. فطرت الحمد لله. انا عاوزاك انت بس تدعي لي. أنا قلبي ما بطلش دعاء ليل ولا نهار، بس هو يستجيب.
زودي انت بس العيار حبتين وهو هيستجيب. ده ربنا مدلع الامهات على الاخر. سلام يا ام ناديه. استلمي مصروف. هنا هنا هنا. عينيا حاضر. ربنا معاك يا دكتور. ربنا معاك. وحياتك لحقق لك املك واملي. لا اله الا الله محمد رسول الله. اتفضل يا ريس محمود. أنسة نادية صباح الخير. صباح النور. امتحان برضو؟ ان شاء الله. الوالدة فوق؟ طبعا. ربنا معاكي. جبتهم منين دول يا معلم محمود؟ دول بيتهم خد أمر إزالة، مش لاقيين حتة يسكنوا فيها. واحد صاحبي جابهم لي، اتوسط له قلت وماله، وهو كله عند الله. طول عمرك شهم، بس صاحبك ده عارفهم؟ اللي عارفهم كويس قوي كمان. لكن ليه؟ بس الست دي يعني مالها؟ الله، مش حكيمة قد الدنيا، بتجري على نفسها وعلى بنتها وعايزة تشوفها دكتورة. اتكل على الله، قول يا فتاحة عليمة رزاق كريم، وابعد يا ابني عن سيرة الولاية. اقعد اشرب شاي. 2 شاي ميزة يا برقوقة. ايوه حاضر. اهلا وسهلا يا معلم محمود. يا ساتر، لا مؤاخذة، أنا قلت أجي بدري قبل زحمة الزبائن. البيت بيتك، اتفضل اتفضل. يا ساتر يا ساتر. أنا جاي أعتذر لكم على العفش اللي مكركب لكم الدنيا. أصله غالي عليا قوي، بتاع المرحومة. تعيش وتفتكر يا معلم. كلها يومين 3 وحشيل. يا خبر، ده انا مش عارفه اودي جمايلك فين يا معلم. لو ما كنتوش من خيرة الناس أنا ما كنتش سكنتها أبدا. ده بس من اصلك، ربنا يسترها معاك يا رب. بقول إيه؟ نعم. ما تيجي نركن كل حتة في أوضة علشان المحروسة نادية لما ترجع يعني تعرف تذاكر. يلا يلا. والله ما انا قادره يا معلم، ده انا مطبقه ورديتين ورا بعض مهدوده كده. طب استريح انت وخلي بالك من صحتك. البني ادم مننا من غير صحته ما يسواش. انا هبعت الواد حسين يروق هو المطرح، وخش انت نامي. معقول التعب ده؟ ولا تعب ولا حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع الف سلامه، خطوه عزيزه. الله يخليك. كتر الف خيرك. يا سلام. ولا العربية الملاكي بالثانية. تعالي. بكره هتبقى من اكبر المحامين اللي في البلد. كم قضيه حشيش على 2 3 كوكايين تبقى مليونير، وبدل العربيه يبقوا 10. اطلع يا سعد. يعني ما لقيوش غير عمارتكم يهدوها ويشحططونا احنا؟ ما كانوا ياخدوا عمارتنا بالمره، على الاقل نتشحطط سوا. ما تخافش، جاي عليها الدور. جاوبت كويس في الامتحان؟ 100% يا متر. يعني كلية الطب ولا معهد التمريض؟ معهد التمريض طبعا. كده طمنتيني. وحشتك قوي. مين قال؟ انت. شارعنا خلاص ما بقالوش حس من غيركم. نفسي اجي اسكن جنبكم في سكنكم الجديد علشان اشوفك كل يوم زي زمان. متاسفين قوي يا متر، الحاره كومبليت. خلاص هاخدك واطير بيكي واروح بيكي جزيره بعيده ما فيهاش حد غير انا وانتي وبس.
يا ريت يا ريت يا احمد. كل اللي معانا دلوقتي يا دوب 3000 جنيه. ولا ينفعوا يجيبوا اوضه في شقه من غير عفش. انت بتتكلم ازاي يا احمد؟ طولة العمر تبلغ الامل، نتخطب الاول وساعة الجواز يحلها 1000 حلاق. قولي يا رب، ربنا مش هيتخلى عننا ابدا. يا رب. اوعديني يا نادي. اوعدك يا احمد. بس انا خايف. لا ما تكملش، انت حب العمر يا احمد. بحبك 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 قوي. وانتي؟ بموت فيك بس. نادية، خير خير. نجحت 95% مجموعي. بتقولي ايه؟ قولي كمان مرة، سمعيني. هحقق لك املك ياما. وهتبقي دكتورة قد الدنيا قد الدنيا قد الدنيا. ولو عاوزة جنان دكتوراه هاخدهم لك. معرفتش انت تجيب مجموع زي ده يا متر؟ طبعا كنت اعرف، بس انا اللي مرضتش. يا واد انت يا مضحي. ذكر الحاره يا ام احمد. ايام جيرتكم ما تتعوضش يا ام ناديه. يا حبيبتي دي عشره عمر، ما تهونش الا على اولاد الحرام. عندك حق يا طنط. يا اختي بقيتي اموره. السكر والشربات كله اخر تمام يا معلمه. طب شطب وقفل المحل. ماشي. هو لا مؤاخذة، البنت ولا امها فرحها الليله؟ ولا البنت ولا امها يا فادي. البنت الصغيره خدت الشهاده، نجحت في الثانويه العامه. عقبال خلفك قول ان شاء الله. ان شاء الله. شطب يا سكابولا وحصلني.
مكانك ومطرحك، اتفضل اتفضل. والله ما كان ليها لازمه مصاريف المزيكا اللي تحت دي. انا قلت برضو علشان فرحتنا تكمل بعروستنا. ربنا يخليها لك. شايفه يا ناديه بلدنا حلوه ازاي؟ واحلى ما فيها شعبها جميل طيب. يا سلام عليك يا مصر، حقيقي ام الدنيا. قوليلي، بتحبيني انا اكتر ولا مصر؟ انتوا الاتنين اكتر من بعض. وانا هفضل احبك لحد ما اموت. بلاش سيرة الموت دي، مش عارفة بكرهها قوي يا احمد. بلاش يا ستي. عارفه انا بكره هروح لام ناديه واطلب ايدك منها. صعب قوي. ليه بس؟ لاني ما عنديش غير ايدين اتنين وانت واخدها، اجيب لك التالتة منين؟ بص يا ريس، يا ريس بتاع السمك، هعزمك على الغدا. هتوكلني سمك؟ ايه رايك؟ موافقة. لا 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 بتاع السمك. مش عاوزة اكل سمك، عاملة رجيم. والله ما عاوزة اكل سمك. قاعد شغال. مساء الخير يا استاذ مهدي. مساء الخير يا فندم. اهلا يا استاذ احمد. اهلا بيك. جيت في وقتك بالظبط. الاستاذ احمد حسين من اكفأ المحامين عندي هنا في المكتب، هيحضر مع حضرتك الجلسه بكره ان شاء الله، عشان عندي جلسه كبيره بكره في اسكندريه. تحت امرك يا فندم. طبعا شكرا قوي يا فندم. لا العفو، مع السلامه. مع السلامه. من فضلك يا مدير اجل لي جلسه شركه المقاولات العامه بكره عشان الاطلاع على المستندات. قوي. اي خدمه تانية؟ شكرا، وادي ملف القضيه. شكرا يا فندم، تحت امرك. بالتوفيق ان شاء الله. ما عندكيش الوان تانية من الموديل ده؟ بص يا ماما، ولا رجاء الجداوي. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ القلب غالب. بكام ده يا مدمزيل؟ 60 جنيه يا فندم. مش غالي شوية؟ لا غالي ايه؟ مفيش حاجة تغلى عليكي، ده حلو قوي عليكي. يلا روحي اقلعيه من فضلك يا مدمزيل، لفهولي. أنا عايزة أروح بيه. لا يا سلام، تروحي بيه؟ ده انت هتلبسيه اول يوم تروحي بيه الجامعة. يلا يلا. ليه كده يا ماما؟ ما إن شاء الله عمري ما لبست جديد. اخص عليك يا نادية، ما تقوليش كده يا حبيبتي. انا ليا مين غيرك؟ ايه يعني؟ بعد امبارح اسوره، بكره هتجيبي لي بدلها 10. مش كتير عليكي عمري كله يا نادية، ده انا الود ودي. الناس كلها تشاور عليكي وتقول بنت سيدة دهيت اجمل واشيك بنت في الدنيا كلها. ربنا يخليكي ليا يا أم. أنا مش عارفة أعمل لك إيه. عارفة؟ بكرة إن شاء الله أما أتخرج هجيب لك شقة في الزمان، وهجيب لك طباخ وسفراجي كمان، وواحدة تفضل ماشية وراكي ويبقى ملهاش شغلانة إلا أنت. يا اختي انا مش عايزة غير الشهادة وتبقي دكتورة قد الدنيا. يا الف اهلا ويا الف سهلا. انا كنت عايز بكره اجي اشرب معاكم الشاي، ممكن يا ست مناديه؟ تانس وتنور يا معلم. وإذا ما كانش في شاي نفتح لك أزوز. خلاص هكون عندك ساعة عصار. في انتظارك يا معلم، عن اذنك. مع الف سلامة. يلا حبيبي. مع السلامة. ايه الاخبار يا معلم؟ هطلبها بكره.
متاكد انها هتوافق؟ هقنعها. اتفضل يا بالهنا والشفا. لا يا ماما انا كده تمام الحمد لله. ربنا ما يحرمش منك يا قمر. خلي ليلى تعمل لي كوبايه شاي. من عينيا. لكن ليه تسافر ما دام ملهاش رغبه تعيش في الزقازيق؟ المسلسلات كلها بقت زي بعضها. عمها شايف يعني لو جابوا كل يوم حلقه من مسلسل شكل هتلاقيهم بيكملوا بعض. يا اختي اهم بيسلوا الناس بلا بس خير. برضه ما تقدرش تقول له. بيسلوا الناس ولا بيضحكوا على عقول الناس؟ انت ما فيش حاجه عجباكي ابدا؟ مش شايفه؟ الو. لا لازم تفضل هنا. اهلا اهلا يا احمد. ازيك يا حبيبي؟ وتبقى تحت ايدك. وازاي والدتك؟ مش كده؟ ان انا كنت بحسبك طالب تسلم عليا. لا يا حبيبي موجود. حاضر. ايه يا فكرة؟ دي عينيا. انها تتجوز. مش هتكملي بقيه المسلسل؟ يوم بقى يا منى. اذا كان الجدع هي بتحبه خدي يا خليها وصوتي. لكن الجدع اللي هو بيحبها لسه هنا ما سافرش. وحشتيني. ما شفتكيش النهارده طول النهار. كنتوا فين؟ خرجنا نشتري شويه حاجات. ثم انت مالك يا متر؟ انا مالي؟ انا مالي ازاي؟ انت مش هتبقي مراتي وام عيالي؟ لما ابقى. ايه ده؟ انت لسه صاحي لحد دلوقتي بتعمل ايه؟ اللي زيك يا استاذ زمانهم بياكلوا رز مع الملايكه. يلا يلا تصبح على خير. طب بعد اذنك يا مامي ناتيا ممكن اتفرج على التلفزيون؟ يا ليلى متشكر قوي على الشاي. اتفضلي انت روحي نامي. تصبحي على خير. ها كنا بنقول ايه؟ عشان تبطل تتدلع كده اهو. يا دي الكسوف يا ابو حميد. تلاقي ليلى دلوقتي بتقول بقى يا احمد. ما هو كله منك. لو طولك دلوقتي عارفه هعمل فيك ايه؟ هحضنك وابوسك واقولك ربنا يخليكي ليا يا احلى ناديه في الدنيا. على فكره انا بكره محضر لك مفاجاه مهمه جدا. اخلص شغل واجيلك جري على طول. بحبك بحبك بحبك. وانتي؟ ما انت عارف هي صورة. حاضر حاضر يا اخي طبعا هستناك. يلا تصبح على خير. وبناء على ما تقدم التمس من عدالتكم الحكم ببراءة موكلي من التهمة المنسوبة إليه. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم سعيد عبد السميع. رفعت الجلسة. للأسف ما خبيش عليك الحالة مستعصية. انت لازم لك واحد جوهري يا باشا. لا 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 أرجوك يا دكتورة اكشفي كويس بلاش تنصلقة. ده أنا قلبي بيوجعني. بعدين معاك يا وريد. يا احمد يا ابني مكان له لازم التعب ده كويس. معقولة؟ ده أول يوم لنادية في كلية الطب. مش كتير عليها اجيب لها سماعه وبرضه ربنا يقدرني يا رب ولما تتخرج اعمل لها اكبر واحلى عياده في مصر. يسمع من بقك ربنا. هروح اعمل لك كوبايه شاي تعدل دماغك. استني انت انا عاوزك في كلمتين. ناديه هيم اعمل لنا كوبايتين شاي. 2 بس خليهم 3 ولا انا ماليش نفس. خليهم 3. خالتي. نعم. ناديه اتربت معايا
وكبرت قدام عيني، وانا خلاص ما بقتش اقدر استغنى عنها، ولا هي كمان تقدر تستغنى عني. انا جاي طالب ايد ناديه. ايوه يا احمد يا ابني، ايوه، بس انت عارف ناديه لسه مشوارها طويل، دي كليه بس عايزه لها. عارف، وهستنى، والشقه اللي انا حاجزها مش هتخلص قبل سنه ولا 2. ولا انا بقى مش عاجبك؟ يا خبر، ده انت تعجب الباشا يا احمد. بس ناديه مش ممكن تتجوز قبل ما تبقى دكتوره، ده اليوم اللي انا بتمناه يا احمد. 7 سنين كتير قوي يا خالتي، ده انا عاوز ناديه النهارده قبل بكره. لا، قبل ما تاخد شهادتها بيوم واحد، لا، ده شرط الوحيد يا احمد. موافق؟ موافق. يبقى خلاص تجيب والدتك تخطبها مني. ناديه يا ناديه. ايوه جاي. ده سكابولا. نعمين يا معلمه. يلا بينا. تحت امرك يا معلمه، وجاهز 100. يلا بينا يا ابني. اتفضل. ولا اقول لك خليك انت وابقى حصلني بعد شويه، احنا عارفين رايهم هيبقى ايه. ماشي يا معلم. سات الشربات ودي الشربات. ايه هو المعلم غير رايه ولا ايه؟ يا سيدي، قال لي خلي الشربات بعد شويه. عشان اسخن كزبره بس تكون نضيفه. نضيفه؟ هو احنا اللي عندنا وسخ؟ يبقى خلي امك تغسلها في البيت. اصل انا في الحقيقه يعني جاي طالب القرب. في مين يا معلم؟ هو لا مؤاخذه البيه يقرب لكم؟ احمد ده خطب بنتي ناديه دلوقتي حالا. والله عرفت تختار زينة البنات يا استاذ احمد. الله يخليك يا معلم. حطها جوه عينيك وخلي بالك منها، الناس دي ناس مقصله حقيقي. الف مبروك يا عروستنا. وانت يا ام العروسه مبروك وحب عليكي. تسلم. ده ايه الافراح اللي بتهل ورا بعضيها دي تبقى مناسبه كويسه بقى عشان اتكلم. خير يا معلم، اتفضل. بقى السلامه بخير وخير في سلام. انا اصلي بصراحه كنت جاي اطلب ايدك انت يا ست ام ناديه. انا يا معلم؟ انا راجل وحداني وانت هتبقي ست وحدانيه بعد ما المحروسه ياخدها راجلها. والله عشنا وشوفنا البت وامها يتخطبوا في يوم واحد. من يوم المرحومه ما ماتت وانا ما فكرتش في الجواز، وانت لسه صغار ومحتاجه راجل يقف جنبك وهو تستريحي من الشغل وايد على ايد بتسقف، وانا والحمد لله ايديا الاتنين بتسقف لوحديها. عموما قبل ما تردي خدي وقتك براحتك وزي ما يعجبك. انا بقول يا رب يبقى لي نصيب ونبقى اعدائي يا استاذ احمد. على الله. وتخلصي بقى من المدارس واقرا في المدارس. ومين قال لك اني مش هروح المدرسه؟ مبروك عليك يا عريسي، خليتكم بعافيه. اتفضل يا معلم. والله بطلوه ده واسمعوه ده. ليه بقى يا حماتي؟ طب والله العظيم الراجل عنده حق. وماله يا ست العرايس، راجل ماله هدوم قيمه ومركز ووظيفه، بس مش ميري. جواز ايه يا ولاد بعد العمر ده كله؟ ده انا يا دوبك اشيل ولادكم. برضه يا ماما انت محتاجه راجل يكون جنبك. راجل؟ ما خلاص يا ناديه، احمد هيبقى راجلنا. شوفي بقى لولا الملامه ولولا اني خاطب ناديه كان هيبقى ليا كلام تاني. ربنا يخليك لينا. كملي يا سيده وبعدين. طبعا قلت له لا. فاكره نفسك هتفضلي مركز صحتك كده على طول؟ فوق يا اختي، كلها كام سنه ما تقدريش تشتغل، وساعتها هتحتاجي اللي يشيلك ويونسك، وتعرفي يعني ايه معنى الوحده.
وبنتك يا حبيبتي هتبقى مشغوله ببيتها وجوزها واولادها. اسمعي كلامنا وما تضيعيش الفرصه دي من ايدك. انا الحق عليا اللي حكيت له. رايحه فين بدري كده يا ام ناديه؟ راح ياخد اشتري شبكه ناديه. سلام. انا مش عارف ليه حماتي مصممه على حكايه الجواز بعد التخرج دي. نفسها تشوفني دكتوره يا احمد. هو انا لا سمح الله قلت لا؟ ما هي خايفه لا ترجع في كلامك، ولا انا اتلخم في عيل، ولا دي كمان هتقول لها فيها وعدك. بصراحه انا شايف انها هتوافق على جوازها من المعلم محمود، وده راجل اصحابه وقرايبه كتير، واحد داخل وواحد خارج. يعني حكايه ال7 سنين دي مش داخله دماغي ابدا. انت عاوز ايه يا جدع انت؟ اكتب كتابي. زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. زوجتك نفسي على سنة الله. ايوه وافقي يا سيده؟ طبعا. سنه بحالها اجازه ويمكن اكثر. المهم هتوحشينا يا سيده. انتوا كمان. تعالي زوريني. طبعا يا حبيبتي. مع السلامه يا اختي. سيدة هتوحشينا. عقبالك. ولما نوحشك تيجي تزورينا. ايه ده؟ يبقى هاجي كل يوم. مع السلامه. مع الف سلامه. لولاك ما كنت سبت الشغل ابدا. مش هتندمي ابدا. انت في عينيا يا ام ناديه. اسبوع اهو من يوم جوازنا وانا عايش في حلم. ايوه عايش في حلم مش عايز افوق منه ابدا. انا مش عايز احسد نفسي. ما انت عارفه دايما ما يحسدش المال الا اصحابه. على فكره انا جبت لك قميص نوم انما شفتش شويه، وجبت كمان فستان لناديه. هنا؟ ايه ده؟ انت موديني فين؟ انا محضر لك مفاجاه. لما نشوف. تعالي. ما تقولي بقى ايه هي المفاجاه؟ شوقتني. اصبري على رزقك. ازيك يا حبيبه قلبي؟ ازيك يا جوز بنتي؟ ازيك؟ اهلا يا معلم. اظن بقى انتوا ميتين من الجوع. مش قوي. هنعمل ايه؟ مكتوب علينا نستنى. كله. مش انا رحت المستشفى وقبلوا. يوه مكسوفه من ايه؟ هو انا مش حلالي؟ ما تكسفنيش يا معلم. اتعلم يا ماتر. ايه هنغير بقى؟ قلت يا ام ناديه. لا يا محمود، طول عمري واخده على الحي الشعبي. ناسه طيبين ومقصلين، احسن ناس. مالنا ومال المهندسين. مالهم المهندسين يا حماتي؟ دول اجدع ناس. يا حبيبي خلي المهندسين علشانكم. خلاص بقى يا عم، سيبها على راحتها. دمي وانا عارفاه مش هترضى تعزل. خلاص وانا تحت امركم. يا ساتر. خير جت سليمه؟ ايه ما تشد حيلك يا ابو حنان. ايه مالك؟ ولا حاجه ولا حاجه. يا سي محمود اقعد السرايا يا اخويا، انت تعب نفسك على الفاضي. تعال. استني يا منادية. ارحم يا جامد. يا بيه لا 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 يا اخويا،
اللي انت فيه ده ما ينسكتش عليه. انا هروح اعمل لك ليمون. ليمون ايه؟ انا بس عايز اشم شويه هوا. هوا ايه؟ هقعد على القهوه اخد بوري واشم. طب اجي معاك؟ لا تيجي معايا ايه؟ خليك مع عروستك. عايز لكم. هو مال؟ مش عارف، يمكن معاه ميعاد مع واحده. يذمك. اسمعي، تحبي اجي اخدك الساعه كام؟ متشكره قوي يا عم. احمد هيجي ياخدني. سلام. بقول لك ايه، مش عايزه حاجه. سلامتك، بس خلي بالك انت من ام نادي.
انت عريان اللي تحت. بص ايدك. هات المسائل. لاخر مره تجيلي بالطريقه دي. اتفضل رئيس متولي. ايه دول؟ ها؟ 1000 جنيه دول حساب النهارده. ها؟ امال فين حساب اليومين اللي فاتوا؟ ما معيش سيوله. ثم 1000 جنيه في اليوم كتير. ده ابيض يا سيدي الرجاله. يعني الجرام ب 300 جنيه في 4 شمات ب 1200، وانا عشان خاطرك بخليهم 1000. وجاي على نفسك قوي كده ليه؟ تخفيض بقى اخر السيزون. انا مستعد اشتري العماره اللي في الحاره. ها قلت ايه؟ ليه كده يا محمود تقلقني عليك بالشكل ده؟ ما تخافيش يا امي، زمانه جاي. لا ده مش قلق يا حماتي، دي غيره بقى. معلش يا ماما، تلاقيه راح لحد من اصحابه ولا حاجه. عمره ما عملها يا احمد من يوم ما اتجوزنا. لا ده مش غيره بقى يا حماتي، ده حب. خلاص يا ناديه الرؤيه ظهرت. افتكر ان ميعاد مكتبك ازف يا متر. يلا انت وسيبنا انا قاعده مع ماما. ماشي. تصبح على الف خير يا حماتي. وانت من اهله يا حبيبي. كلميني في التليفون. يلا. وبعدين معاكي بقى يا ست الحبايب. الله، ده حب بقى. ان جيتي الحق يا ناديه، هو راجل يتحط على الجرح يطيب. راجل شهم وطيب وحنين وبيحبني. وحبه ليك يا ناديه اللي عوضك عن المرحوم ابوكي خلاني خلاكي ايه؟ مكسوفه؟ مكسوفه يا ام ناديه تقولي انك بتحبيه؟ قولي يا ام ناديه، ده الحب ده نعمه من عند ربنا. قولي بتحبيه؟ الو. خضتني يا شيخ. ايه بعمل ايه؟ ما انت شايف بذاكر اهو. وبعدين
والله مش هتخليني اتكلم معاك تاني. ها؟ ما انا عارفه اني وحشتك. ادي قول حاجه غيرها. وبتحبيني اكتر من اي حاجه في الدنيا؟ نعم؟ ها؟ لا 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 ما سمعتش قلت ايه؟ بقول بحبك بحبك بحبك. ايه؟ بس خلاص بقى تصبح على خير. بلاش قلة أدب يا أحمد. بس بقى خلاص يلا تصبح على خير. ايه؟ في ايه؟ لا 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 ابدا. انا اصل انا كنت رايح اشرب سمعت صوت هنا، فقلت يمكن حد معاكي. هو في حد معاكي؟ هي ماما نايمة؟ في سابع نوم. أجازر معاكي. أرجوك يا عمي روح نام عشان أنا كمان عاوزة أنام. عايزة تنامي؟ أنا أصل كنت فاكر. تصبح على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا محمود، ايه اللي مصحيك؟ لا مفيش يعني. اصل انا كنت في. نامي. صباح الخير على الحلوين. لا بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا نادية يا بنتي؟ لا مفيش حاجة، أنا بس اتخضيت. يبقى أكيد كنتي بتحلمي حلم مزعج. أصل امبارح وأنا قاعدة أذاكر. إيه؟ سكتي ليه؟ كملي. الله، احنا بنخبي على بعض حاجة؟ أنا عمري خبيت عنك حاجة. لا طبعا، وهو ده اللي قلقني. في ايه بالظبط؟ أصل مالك يا نادية؟ انتي اتخانقتي مع أحمد؟ أيوة ماما، اتخانقنا مع بعض. ليه يا نادية؟ عمل لك ايه بس؟ كلمة مني كلمة منه، شدينا مع بعض. عليت صوتي عليه راح مزعقلي. زعقلك؟ لا، يبقى لازم انتي اللي عملتي حاجة غلط. ابدا يا ماما، بيقول يعني انه مش عايزني. اقصد يعني مش عاوز يوديني الفيلم اللي انا شفته مع الاسبوع اللي فات. خلاص يا ست، انا هخلي عمك محمود. لا مش عايزه. نادية يا بنتي، ايه اللي حصل لك النهارده؟ مفيش يا ماما، انا بس تعبانه شويه من قله النوم. سلامتك يا بنتي. نادية، اوعي تخبي عليا حاجه ابدا يا حبيبتي، واي حاجه تعوزيها انا تحت امرك. اوعي تفتكري ان الجواز هيشغلني عنك. مفيش راجل في الدنيا دي كلها ياخدني منك، ده انتي بنتي الوحيده
واللي بتمناها من الدنيا دي كلها. يا حبيبتي يا بنتي. ده اللي اقتله واشرب من دمه، الكلب الحقير بيبص لمراتي. ايه انا مش مالي عينه؟ احمد ما تخلينيش اندم اني قلت لك. انا ما اقدرش اقول لامي ان جوزها صعبان عليا امي قوي، شيء فظيع. اقصى شيء في الدنيا ان الانسان يحس انه مخدوع. خلاص انا هتصرف من غير ما نجرح ماما. من غير ما نجرح ماما. انت بتقول ايه يا متر؟ بقى انا معقوله ابص البت مفعوصه قد ولادي؟ ثم انا لا مؤاخذه بقى، انا مراتي عندي بالدنيا. اسمع يا معلم محمود، احنا رجاله زي بعض، وانا بحذرك انك تبص لمراتي بطرف عينك. انت بتهددني ولا ايه يا متر؟ ثم ان الطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي عائب عليها القانون اللي انت دارسه كويس. ثم ان انا ما اسمحلكش. تسمح ولا ما تسمحش، لازم تعرف ان في حاجات كتير قوي تخليني امسك اعصابي لاخر لحظه، والا كنت هتصرف تصرف يوجعك قوي يا معلم. يا احمد يا ابني، انا بعتبرك زي اخويا الصغير، علشان كده مش هحاسبك على الغلط اللي بتغلطه معايا دلوقتي، لكن باذن الله لما تبقى في ظروف اهدى شويه انا هعرف اتفاهم معاك. اسمع يا معلم يا ابن البلد، الشرف مفيش اغلى منه، ولازم تعرف اني راجل احافظ على شرفي كويس، ولازم هحافظ عليه. طبعا مش ممكن، عشان اختك وجوزها. وجوز اختي ماله ومالنا يا ماما؟ طلب مني نفس الطلب، انه يدخل هنا في شقتنا وانا رفضت. ايوه بس جوز اختي راجل غريب، لكن ده انا ابنك. ومراتك راجل غريبه، وبعدين انا وافقت على كتب كتاب بشرط انك تتجوزوا في شقتكم اللي هتستلمها. يا ماما في ظروف حصلت وشقتنا لسه بدري عليها. خلاص استناها. يا ماما صدقيني انا محتاج اجيب ناديه هنا جنبي الليله دي قبل بكره الصبح. خلاص ما انتش قادر على بعدها. ارجوك يا ماما وافقي، انا في ورطه. انت اللي ورطت نفسك مش انا. كتر خيرك يا امي، مفيش غير حل واحد، شقه مفروشه وحالا. عايزك ضروري، حصلني على فوق. تعالى هنا. رايح فين؟ انت هتستعبط. هات بقيت فلوس العماره وهات القمصان الحرير. شحم السوق. يمكن خلال يوم او اتنين الله اعلم. لكن فلوسك هتوصل لك على داير المليم في خلال اسبوع. طب هات اي حاجه. وحياتك مكاني ناس. بقول لك ايه، طب هات 1000 جنيه. لا معيش وحياتك. ما هو يا تجيب فلوس يا تجيب بلاش الحاجات دي هنا، ده محل محترم. خد. محترم؟ ما وريتك يا متولي الكلب. That's kind of an about face, but I don't. نادية اعمل لك شاي يا حبيبتي. I've gotten to the point lately where I'm not sure about anything. اهلا اهلا اهلا، نورت بيتك المطرحه. امال فين بنتك؟ بالذات فوضتها. العشاء جاهز، تاكل لك لقمه؟ ماليش نفس. وده مين اللي جاي الساعات؟ اهلا اهلا يا احمد يا ابني، اهلا اتفضل. ازيك يا حماتي؟ نادية عريسك وزر. اهلا يا متر، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اكيد عنده اخبار جديده عايز يقولها لك. ما تقول يا استاذ احمد. ده حقيقي صدق اللي قال حماتك بتحبك. يلا حبيبي تاكل لقمه معانا. لا معلش انا عاوزك في كلمتين. طب واحنا بنتعشى؟ لا كلام على طعام، كلمتين على انفراد. مش عيب برضه يا متر تاخد الحرمه تتكلم معاها وراجل البيت واقف؟ صحيح يا ابني، محمود بقى منا وعلينا، مفيش حد غريب. اتكلم يا ابني. اللي تشوفيه يا خالتي. واقفين ليه يا جماعه؟ ما تتفضلوا تقعدوا.
انا بقول يا حماتي كنت عاوز اكمل نص ديني بحق وحقيقي وادخل على نادي. ايه؟ ايه الطلب المفاجئ ده يا احمد؟ ثم ده مش اتفاقنا. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ عايز مراتي، عاوز اتجوز. عيب ولا حرام؟ لا عيب ولا حرام يا ابني، ده حقك. بس انا ما اقدرش اجوز البنت الا لما تخلص تعليمها. وبعدين ده كان اتفاقنا يا احمد. الله، هو مش كلام رجاله؟ ما تتكلم يا محمود. يا خالتي اتكلم اقول ايه بس يا سيدة يا حبيبتي؟ لحسن يقولوا عشان جوز امها. يا خالتي فهميني، انا مش هعطل نادي عن مذاكرتها. كل الحكايه انها بدل ما تبقى هنا هتبقى في بيتي. وهتسكنها فين يا ابني؟ هنا ولا عند والدتك؟ لا يا خالتي، هأجر شقه مفروشه. جرسونيرة يعني. ايه؟ جرسونيرة؟ جرسونيرة وانا قاعدة مع جوزي؟ ايه اللي بتقولي ده يا نادية؟ بقى برضه في بنت متربية تقول الكلام ده؟ ما تقصدش يا خالتي دي مالك يا محمود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقوني يا ولاد. ايه؟ مالك يا محمود؟ الحقوا دكتور، هاتولي دكتور. المسألة مش سهلة يا سيدة، ده مدمن ومدة كبيرة أوي. مدمن؟ أنا هفضل جنبه يا دكتور، هفضل جنبه. تسلم ايدك يا ست الكل. ما تزعليش نفسك يا نادية، كل شيء اسمه ونصيب يا بنتي. والله ما كان ليها الجوازة دي أبدا. بصراحة الراجل ما كانش باين أبدا إنه وحش، راجل ابن بلد ودغري وجدع. معلش يا نادية، تصوري يا نادية أنا متضايقة إن اديت رأيي في الجوازة دي. خلاص بقى يا ماما، الجواز ده اسمه ونصيب، ما حدش فينا السبب فيه. ايه يا نادية، لا بتاكلي ولا بتتكلمي؟ ماما صعبانة عليا قوي، مسكينة، ما شافتش يوم حلو في حياتها. والنبي يا نادية يا بنتي لو كان في مكان فاضي عندنا في الشقة كنا جوزناكم على طول. عن إذنك أنا ماشية. على فين يا نادية؟ ده احنا لسه ما قعدناش، حتى انت ما كملتيش عشاكي. معلش يا أحمد، تصبح على خير. نادية، انت زعلتي من ماما؟ ماما ما تقصدش حاجة. ولا يهمك يا أحمد، ما تشغلش بالك. نادية حبيبتي، أنا هفضل جنبك على طول، وأول الأزمة دي ما تعدي هنتجوز. إن شاء الله. نادية، ما تخليكي بايتة معانا. لا معلش يا أحمد، تصبح على خير. أنت عارف الناس وكلامها. ايوه بس أنا جوزي. أنا عارفة، بس الناس هتقول ما صدقت جوز أمها وأمها مش هنا عندك حق، عندك حق. مش عاوز حاجة؟ متشكرة. تصبح على خير. وأنت من أهل. تعالي، بتفكري في ايه؟ ولا حاجة. مساء الخير. في أكلة رحمة. ايه اللي بصحيك لغاية دلوقتي يا ليلى؟ أبدا، ما جاليش نوم، قلت أقوم أتفرج على الفيلم. بيضايقك؟ مالك يا أبي؟ في حاجة مزعلاك؟ ولسه بدري يا ست هانم. موضوع نادية قلقني قوي، مش عارف أعمل إيه. فكرة الشقة المفروشة ممتازة، أنا مش عارفة أنت مستني إيه؟ أيوة فكرة ممتازة،
لكن انت عارفه يعني ايه شقه مفروشه؟ يعني 400 500 جنيه في الشهر من غير ما يكون جابوهم اي حاجه. يا ريتني اقدر اعمل لك حاجه يا ابي. كويسه من شويه. ربنا يخليك يا حبيبتي. مين؟ مين اللي بيخاف؟ انا متولي. متولي مين وعاوز ايه؟ انا صاحب الرئيس محمود، من فضلك ممكن اقابله؟ احنا نقلناه النهارده المستشفى. جات له أزمة كلى. مستشفى ايه لو سمحتي؟ مستشفى الحرية. متشكر، متشكر جدا. يا نهار اسود، دي تبقى مصيبة. عشان كده صعب قوي ان المريض يتعالج بره المستشفى. وانا موافقه. المهم يبطل المدعو ده وترجع له صحته يا دكتور محمد. واهم حاجه في العلاج ان المريض كمان يبقى عنده اراده انه يرجع لطبيعته. يعني لازم ابعت لك. فين فلوسي؟ اتفضل. ايه دول؟ يبقى عليا 15,000. معك حرير انطق. معاك فلوس؟ فلوس؟ على مهلك واقل احسن هتودينا في داهيه. قشطة. لو سألوك عن اسمي قول ما اعرفش. ما توديناش في داهيه. لان لو رحت في داهيه انت هتيجي معايا وانا ماليش في سلام. سلام. يعني هتنامي دلوقتي يا حبيبتي؟ خايفة من ايه؟ ده انت تخوفي بالك. الساعة لسه 11 بدري على النوم. لا وبعدين ذاكري كمان شوية يا دكتور. تصبح على خير يا نورين. اهلا يا ام احمد، اتفضلي. ايه مالك؟ شكلك كده عاوزة تقولي حاجة. ايوه كنت بفكر في الراجل ده اللي اسمه محمود. محمود؟ وماله بقى الراجل اللي اسمه محمود؟ هيسوق سمعة نادية يا امها، وانت في شغلك بقى هيقولوا ايه؟ ارجوك يا ماما بلاش الكلام ده. مالنا احنا ومال محمود؟ سيبيلي انا الموضوع ده اتصرف فيه.
الدواء. ماما. نادية. محمود. ماما نايمة في سبع نومة. اسمع ما بقول لك. على ماما المرة دي. أنا هخرب بيتك يا جدعان. هجيب لك البوليس. ثانية، ما شفتيش محمود يا ثانية؟ لا، هو مش كان نايم في اوضته؟ مفيش الا انا وانتي. تعالي تعالي. بقول لك افتحي افتحي. الحقني يا احمد. ايوه يا خالتي. ايه؟ راح فين؟ انا مكلمها قبل ما تنام. هرب؟ لا يكون راح لها ده. عايزة سيبيها سيبيها. برضه مش هسيبك. انا اللي ابوس ايدك تهدي. اهدي اهدي. أنا متحرمة عليك، متحرمة عليك يا عمي. أنت جوز أمي. أنا متجوزة. أبوس إيديك، أبوس إيديك، ارحمني. أبوس إيديك، أبوس رجليك.
استر. لسه بتعافري؟ عشان خاطر ربنا لا لا برضه مقفولة منك. تاكسي تاكسي تاكسي. اطلع يا اسطى اطلع بسرعة بسرعة يا اسطى الله يخليك. ابوس ايدك تحتكني في عرضك في عرضك في عرضك. لا نادية 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 بنتي يا مصيبتي. بنتي حبيبتي ردي عليا. الا يا مصيبتي ليه؟ هو احنا عملنا لك ايه؟ حرام عليك بس ربنا ينتقم منك. بس حسبي الله ونعم الوكيل. حرام عليك بس يا ابن الكلب يا ابن الكلب. نادية نادية ماما اهدي شوف ماما اهدي يا نادية. بنتي بنتي حبيبتي. حاضر حاضر. عشان خاطر ابوس ايدك ابوس ايدك اشوف بنتي. هات لي ماما يا عم. انا هجيبها هات لك. لي ماما خليك انت عشان خاطر خليك انا هجيبها لك. ارجوك. نعم. حالة انسانية بحتة. ارجوك تسمح لها تشوف بنتها. ارجوك. روح معاها عسكري لحد عربية الإسعاف. بنتي حبيبتي. نادية خلي بالك من نفسك يا بنتي. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي يا حبيبتي. سامحيني. انت اللي سامحيني يا بنتي. انت اللي سامحيني يا حبيبتي. انا اللي غلطانة. انا السبب. ما كانش لازم اتوقع راجل غريب بيتنا. يا تعال يا احمد خلي بالك من ناجية يا احمد. دي ما بقالهاش حد في الدنيا غيرك. انت ابوها وجوزها وامها. خلي بالك. نادية في عينيا يا خالتي. انت هتوصيلي على مراتي. انا هروح معاها المستشفى اطمن عليها وارجع لك على طول. ربنا يخليك. خلي بالك انت من نفسك. خلي بالك من نفسك يا دكتور. يا حبيبتي يا بنتي. خلي بالك من نفسك. ابوس ايدك يا بنتي. ابوس ايدك خلي بالك من بنتي. ابوس ايدك يا بنتي. ما تعمليش كده. سيبني يا عماد. انا كويسه. خلي بالك منها يا احمد. لا سيبني يا احمد.
خايفه منه اهو حصل اهو. انا مش عارفه اودي وشي فين من جوزي واهل جوزي. يا جماعه حرام عليكم، دي انسانه مجني عليها وملهاش اي ذنب. من غير لف ودوران، البنت دي ما تنفعكش ولازم تسيبها، لازم تسيبها. اسيبها ازاي بس يا امي؟ يعني لو ده كان حصل لليلى كنت عملت كده؟ اخرس، بنتي اشرف من الشرف. ليلى اختك ما تعملش اللي عملته مراتك يا استاذ. خالتي هي اللي قتلت محمود من اللي عمله في ناديه. ارجوك يا امي، ناديه بريئه صدقيني. بريئه في نظرك انت، لكن بكره تشوف الناس هيقولوا ايه. نفسي اعرف انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ نادية صعبانة عليا ولا مقدرة موقفها، وبيني وبين نفسي هي صعبانة عليا قوي، لكن هعمل ايه يا ابي؟ جوزي ده قديمة وممكن يطلعني فيها. الراجل اللي ما يقدرش ظروف مراته في حاجة زي دي ما يبقاش راجل. فوق لنفسك يا حبيبي وشوف مستقبلك، البنت دي هتدمرك ولازم تطلقها، لازم تطلقها. لا يا ماما، ما اقدرش اسيب نادية، ما اقدرش. احمد كان هيبقى مستقبله كبير، بس اللي حصل ده مش كويس على مستقبله، وخصوصا انه لسه محامي جديد. ازاي قبل يستمر معاها بعد ده كله؟ ده كان لازم يطلقها وفورا. اكيد واحد تبقى مراته وحماته قاتله، ده يبقى يبقى ايه يا استاذ ابراهيم؟ كمل. مش احنا اللي نحكم قبل القانون ما يقول كلمته. احنا قلبنا عليك يا احمد وعلى مستقبلك، اكيد الجوازه دي هتاثر على شغلك. حضرات المستشارين، لو تطرق الي الشك في زوجتي المجني عليها فانا صاحب مصلحه في ان اتلقاها بكرا طاهره، لان هكذا امر الاسلام. ولما وقفت ادافع عن هذه الام الشريفه التي رفعت راسي الى عنان السماء، بل كان الاقدر بي ان الوذ بالفرار واهرب من تلك الاسره. اطلعوا بره بره، جايبه عليك تتفرج عليا؟ بره. دي هدى بنت الست زينات الحكيمه. مش عايزه اشوف عينك، مش عايزه اشوف عينك. بره بره، مش عايزه اشوف عينك، مش عايزه اشوف عينك، مش عايزه اشوف عينك. مالك يا حبيبتي؟ جايبه عليا عشان تتفرج عليا. تتفرج عليكي ليه بس؟ ليه؟ عشان نادية. جالك كلامي، قلت لك المسألة مش سهلة، ده مجتمع يهمه سمعة الإنسان وشرفه. أيوة بس نادية بريئة وأمها كمان قاتلة في نظرهم وفي نظر القانون. أيوة لكن ده ظلم. ظلم على نفسك لو استمريت في الظروف دي. أحمد يا ابني بص لمستقبلك، بص لمستقبلك، انسحب من دلوقتي على الأقل قبل القضية ما يتحكم فيها. أنا خسارته كان هيبقى محامي كبير. انت حب العمر يا احمد. بحبك قوي. وانتي؟ بموت فيك. جوزي عايز يطلقني، بيقول لي مرات اخوكي وحمات اخوكي. ما شفتوش بقالي يومين، ما اعرفش هو فين. مع السلامه. مساء الخير. مساء النور. الأستاذ أحمد كان هنا من ساعتين ودفع الحساب وساب لحضرتك الورقة دي وقال لي لما تصحي أجيبها لك. ليه أنا؟ إيه ده؟ تصريح بزيارة للسجن. عن إذنك. وحشيني يا نور عيني، رجعت من قلبي.
انت اللي وحشتيني يا امي. عامله ايه؟ معلش يا بنتي، ذبحونا الناس، محدش يعرف حاجة، محدش بيرحم حد. بعد القضية ما تخلص ان شاء الله هعوضك عن كل الايام اللي بتقاسيها وهعيشك احسن عيشة. أنا اللي هعوضك عن كل اللي فات. معلش يا بنتي، أنا غلطت لما فكرت في حد غيرك. انا ليك يا امي، لو عشت عمري كله اوفي الدين اللي عليا مش هقدر. ما تقوليش كده، ده انتي ضنايا ضنايا. قولي لي يا امي، مش عايزه حاجه، مش محتاجه حاجه. محتاجاك يا بنتي، محتاجاك. ازيك يا طنط؟ احمد مش هنا. طب لو سمحتي قولي له ان انا سالت عليه، خليه يكلمني او يفوت عليا. حاضر، هبلغه. مين يا ماما؟ نادية، تعالي يا نادية. أرجوك يا ماما سيبينا لوحدنا. اقعدي يا نادية. كنت عاوز تقول حاجة يا أحمد؟ نادية، انت عارفة ان احنا عايشين في مجتمع ليه عاداته وتقاليده والمجتمع ده احنا افراد فيه وما نقدرش نعيش فيه لوحدينا، مش كده يا احمد؟ ايوه، ده اللي انا عاوز اقوله. نادية، انا بحبك وعارف انك بتحبيني، ده انت حب العمر يا نادية. لكن اللي حصل ده اقوى مننا، مش هنقدر نواجه المجتمع لنا ولا انت. الناس بتقول كلام قاسي وجارح. الست اللي قتلت جوزها والبنت اللي جوز امها، هو ده اللي انت عاوز تقوله؟ كمل يا محامي اللي بتترافع وتدافع عن المظلومين، كمل انا سامعاك. انا بتعذب يا نادية، انا مش عارف اعمل ايه. اي مجتمع ده اللي يحكم على البريء بالموت ويبرأ القاتل. يا استاذ يا مدافع يا قانوني، يا ريتني ما شفتك ولا عرفتك. نادية، برغم كل شيء انا بحب. طلقني يا احمد. نادية، انا لا، اوعى تقولها، انا اللي طلبت مش انت. مقدرش اسمعها منك. نادية، انا فعلا طلقتك امبارح.